السلام عليكم. النهاردة بقى عملت لكم وصفة جبارة بجد، واستحق عليها لايك واشتراك في القناة. بجد هتعجبكم وهتوفر معاكم كتير جدا، والأولاد بيحبوها وبيعشقوها. وصفتنا سهلة وبسيطة، زي الفطير الشرقي، زي البيتزا، زي أي حاجة انت بتجيبيها من الشارع بتبقى غالية جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والمطة بتاعت الجبنة الموتزاريلا حاجة بجد طلعت يعني تحفة. يا جماعة ما تنسونيش بقى اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة، عشان الحاجات دي هي اللي بتدعم. تمام. ده انا جبت جلاش معايا وعملته بالشكل ده، والله وطلع بجد تحفة. حشيته اي مكونات عندك بقى في البيت محتاجة انك تحشيها: جبن، بسطرمة، لانشون، اي حاجة يا جماعة هتتماشى معاكي، وهتطلع معاكي فطيرة مظبوطة شرقي تحفة. وعايزة اقول لكم ان هي مش خفيفة، لا الواحدة منها بتشبع جدا بجد، لان انتي مليها مكونات كتيرة قوي، وكل حاجة عندك موجودة في البيت. يلا بقى تابعوا معايا الفيديو عشان نشوف احنا عملنا ازاي الوصفة السهلة دي. ولو عندك ضيوف هتشرفك، ولأولادك هتبقوا مبسوطين جدا ومبهورين بيها. مكوناتها سهلة وبسيطة وفي كل بيت. طبعا دي جبنة رومي مبشورة وزيتون، وده كان سجق اسكندراني وفلفل وطماطم، واحلى نوع جبنه يا جماعه جبنه الحمد، جبنه موتزاريلا الحمد بجد تحفه. جربوها ولفه الجلاش بتاعتكم. حتى لو انت مش عايزه تحطي لها اي حاجه تنفع بالجبن بس، تبقى ميكس. تمام. بتجيبي لفتين اتنين جلاش، طبقتين، يكونوا طبقتين مش طبقه واحده، طبقتين وتحطيهم فوق بعض وما يكونوش متكسره، وتدهنيهم بقى زيت سمنه زي ما انت عايزه. وتبداي بقى تحطي اي مكون اللي انت عايزاه: بسطرمه، سجق. انا حبيت اعملها بالسجق الاسكندراني، حسيت باكل بيتزا شويه. وضفت عليها الجبنه الرومي والطماطم زي ما انتوا شايفين، والفلفل بتاعي. تمام. وهنزل عليها بالزيتون. عايزه اقول لكم الوصفه دي بجد تحفه، لازم تجربوها، هتغنيكوا عن اكل الشارع اللي احنا بنشتريه. وشويه من الجبنه الموتزاريلا جواها. وابتدي بقى طبقيها زي ما انا طبقتها كده بالظبط، تجيبي كل جنب وتطبقيها على التاني، وتدهنيها معاكي سمنه او زيت حسب ما انت عايزه. الافضل يكون شويه سمنه على شويه زيت زي ما انا عملت. وتبداي تطبقيها كده وتسيبيها على جنب لما تخلصي الكميه بتاعتك كلها، وتدهني الوش بتاعها شويه سمنه او زيت. وتجيبي صاجه وتكون مدهونه، وتحطي فيها الايه، القطعه اللي انت عملتيها وتركنيها على جنب. وادي التانية انا عملتها معاكم، حبيت اوريكم التطبيقه بتاعتها سهله جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص. وتحاولي برضك يعني ايه تقفليها كويس من جوه، تدوسي عليها بايدك كده لان هي هتنفش وتعلى معاكي مع التقفيله اللي انت عملتيها دي. وعملت واحده باللانشون برضك طلعت تحفه. لانشون بيف يا جماعه، لانشون اي حاجه بتبقى طعمها جميل قوي للاولاد. وطبقتين اتنين من الجلاش فقط لا غير. في كل مره بتعملي طبقتين اتنين من الجلاش وتدهنيهم وتطبقيهم زي ما انا طبقتهم كده. اهم حاجه تطبقيهم كويس بس كده وتحس ان هما مقفولين كويس. وعملت دي ميكس بقى، قلت بقى ايه اخترع من عندي اختراع كده. حطيت سجق وحطيت عليه لانشون وجميع انواع الجبن. طبعا ما فيش بيت ما فيهوش اي حاجه، لا في عندك جبن وفي عندك يعني هي القصه كلها في لفه الجلاش. انا كده خلاص هدخلها الفرن. كده يا جماعه انا سويتها نص سوا من تحت، شايفين ده اللون اللي يبقى عليه عشان ما ينشفش الجلاش معاكي. وعلى الوش بقى وتنزلي عليها بالجبنه الموتزاريلا قبل ما تاخد اللون بتاعها. تفتحي عليها الشوايه عشان الجلاش ما ينشفش معاكي يا جماعه. خلي بالكم التركية دي لازم تعمله. انا سويتها نص سوا من تحت زي ما انتم شايفين اللون. الفرنه بتاعتي كانت سخنه قبل ما احطها، وعلى الوش الجبنه الموتزاريلا بتاعتي. تمام. وتدخليها بقى تحت الشوايه بتاعتك تاخد ايه، تاخد لون. خلاص هو كده اصلا يعتبر من جوه استوى، الحاجه بتاعتي استوت من جوه من تحت، ده اللون اللي انا عايزاه. تمام. هدخلها تحت الشوايه وهسيبها لفتره لغايه ما الوش بتاعها يتحمر يبقى بالشكل ده. شايفين الجمال والحلاوه؟ بجد انا استحق لايك واشتراك منكم في القناه. تمام. بصوا بقى المطه الجميله اللي جوه دي والمنظر اللي جوه والطعم كان روعه. عايزه اقول لكم الاولاد قالوا لي يا ماما احنا مش هنشتري بيتزا تاني من الشارع خلاص،
انتي تعملي لنا الوصفة دي على طول، وانا عايزاكي تبقي زيي. جربي وان شاء الله هتدعيلي. اوعي تنسيني في اللايك والاشتراك بتاع القناة. شايفين شكلها مبهر بجد، وهتشرفك قدام ضيوف. والسلام عليكم ورحمة الله.